عمرك بصيت على عداد الكهرباء وظهر لك كود غريب مكتوب فيه ERR ومش فاهم يعني ايه؟ قبل ما تقلق او تفتكر ان في مشكلة كبيرة، خليني اقولك الحكاية ببساطة. قسم العدادات مسبوقة الدفع في هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات نشر اهم اكواد الخطأ اللي ممكن تظهر على شاشة العدادات، وشرح معنى كل كود وايه التصرف الصح. في اكواد بتكون بسبب الكارت نفسه زي ERR 1 او ERR 010 1، ودي معناها ان الكارت تالف او مش بيتقري بسبب خدش او اتساخ. وERR 010 4 لما الكارت ما يكونش متوافق مع العداد، وERR 10 9 1 لما الكارت تكون صلاحيته انتهت. الحل هنا غالبا تغيير الكارت نفسه او اعادة برمجته من الشركة. وفي اكواد تانية بتخص العداد نفسه زي ERR 0204، وده معناه ان ذاكرة العداد محتاجة تصفير من الشركة، او ERR 0502 وده محتاج فني، وكود إيستيل وده انذار بوجود شبهة تلاعب او سرقة تيار. كمان في اكواد ليها علاقة بالشحن زي ERR 3 لما الكارت يتحط مقلوب، او ERR 030 4 لو في مديونية اكبر من قيمة الشحن. الشركة وضحت انه لو الكود ما راحش بعد ما تنظف شريحة الكارت وتحطه صح، يبقى الحل تروح اقرب فرع ومعاك الكارت والبطاقة. ولو الكارت بايظ او مكسور، تقدر تطلع بدل تالت ببطاقتك وصورة للعداد او ايصال شحن. ولو ساكن ايجار، يفضل يكون معاك عقد موثق او المالك نفسه. الخلاصة، مش كل كلمة ERR معناها كارثة، اوقات الموضوع ابسط مما تتخيل، بس المهم تتصرف صح.